فوز برشلونة بالكلاسيكو على ريال مدريد كان مهم جدا. فوز برشلونة بالكلاسيكو ضرب فيه برشلونة عدة عصافير بحجر واحد. أولا الابتعاد بالصدارة بفارق 6 نقاط لصالح برشلونة. برشلونة في المركز الأول 30 نقطة، ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 24 نقطة. اثنين التخلص من أسبوع شاق ومرهق وقوي لبرشلونة بمواجهة إشبيليا والعملاق البافاري وريال مدريد. ثلاثة كسر سلسلة اللا هزيمة لريال مدريد. في ناس كثير بجوز ما بيعرف إنه ريال مدريد عنده 42 مباراة ما بين فوز وتعادل بدون هزيمة. اللي بيملك السلسلة التاريخية برشلونة برصيد 43 مباراة تكسرت هاي السلسلة على يد برشلونة. يعني ريال مدريد إذا بده ينافس على هاي السلسلة من جديد بده يعد من جديد. أربعة تأكيد عودة برشلونة الأوروبية والمحلية وفرض هيبة برشلونة من جديد. خمسة بداية مشروع جديد وبناء جيل ذهبي لبرشلونة من مدرسة اللمسية. ستة المداورة، هانز فليك راح يقوم بمداورة ما بين اللاعبين أكثر إرهاقا، رافينيا، مارتينيز، كوندي، بيدري. سبعة فليك أوفى بوعده وقال سأجعل برشلونة فريق يخشاه كل الفرق. ثمانية عودة الروح لبرشلونة وجماهيره وأي عودة. فليك مدرب ذكي قدر ينجح بأسلوب الضغط العالي والدفاع المتقدم ونصب مصيدة التسلل. طبعا بجوز في ناس بفكر انه سهل انه كسر مصيدة التسلل عند فليك، لا. فليك حكى اني انا بتدرب على هذا الشيء واللاعبين بتدربوا على هذا الشيء، وانا يعني بلعب بهذا الاسلوب لانه هذا اسلوبي الخاص. مع بايرن ميونخ اعطاهم الكرة، ضربهم بالتحرك السريع والتحول باربعة اهداف. لاعبي برشلونة ركضوا اكثر مسافات من بايرن ميونخ في هالمباراة. في مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد برشلونة لعب على مصيدة التسلل، مدافعينه اجادوا هذا الشيء بابداع. 12 مره وقع مهاجمين ريال مدريد في التسلل. مدرب برشلونه فليك محنك قوي متنوع بالرغم من اعتماده على الضغط العالي والدفاع المتقدم.